السلام عليكم يا حلوين. الليلة هنسوي شنو؟ هنسوي لنا برجر كده ظابط. حيظبط الجداد بتاع البرجر ده منو؟ احمد، طبعا الشيف احمد. طبعا شنو هو برجر جداد ما برجر لحمة، فهمتوا علي كيف؟ لكن هو الفهم طريقه وين؟ خاص. في الجداد. ونحن شنو؟ عندنا له كده صوص ظابط شديد. هو ما صوص واحد تكون سلطة جزر لكن بإضافات كده خيالية. ما أعرف لو في زول سوا، شفت لكم زول سوا هنا. لا لا، ما ما حصل ما لي. كول سلو ظابط، سلطة طريقه جزر. خاص. سلطة جزر مع برجر ما كول سلو ظابط. نحن ما قاعدين نحاكي ده شغل فروم طقة. برو لا 249 man in the house. يه انت شنو؟ هو هنا يا شباب ضفنا البهارات لقطع الجداد. البهارات دي طبعا سرية ونقدر نوريها لأي زول، لكن ممكن تحطوا ملح وفلفل أسود، دي كأقل حاجة. وتاني عصرة ليمون، أخلطهم كويس. البهارات دي لازم تتخلط كويس كويس شديد. فهمتوا علي كيف؟ وتاني دخل وخل بتمر. ما أعرف خل عادي برضو ممكن أسويها لكم، بس ممكن تضيفوا خل وإضافة بسيطة كده زي معلقتين صغار كده. تاني ملح معلقة واحدة. شايفين قوامها كيف؟ تاني نقوم نحطها في التلاجة زي ساعة كده ونخليها. نقطع الفلفل بتاعنا. الفلفل ده نقطعه صغار شديد، نتأكد إنه نحن قطعناه صغار 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 شديد، لأنه نحن عايزين نحاول نبقيه قريب شديد لصوص ولا يعني كده فكرة صوص يعني. دي شطة خضراء حارة شديد برضو قطعناه صغار شديد. قطعنا منها زي 4 قطع، وده سويناه 4 لأنه الصوص كان كتير شديد. فلو انتوا ما حتسووها كتير شديد انا انصح انه تقللوا الكميه، يعني تخلوها اقل من 4، يعني لانه نحن ما سويناها حار شديد ولا بارد شديد. دي هنا ضفنا الجزر قشرناه وتاني نخلط فيه كده. الجزر برضه لازم يكون مكشور عشان عايزين نسوي بيه سلطة الجزر. ومعلقة واحدة دقيق. المعلقة دي تاني نقوم نخلط كويس مع الجزر، نخلطها كويس شديد. بعد ما خلطناه نقوم نضيف لنا زي ربع كوباية موية كده ولا نص كوباية. بس انتوا قدروا الكمية بتاعت الجزر وضيفوا عليها هنا الموية. بعد ما ضفنا الموية ضفنا عليها شنو؟ ضفنا الفلفل والشطة سوا، ولا هنا الأخضر سوا، الفلفل الأخضر الحراق سوا، وخلطناهم كويس. بعد ما خلطناهم نزلنا فيهم زبادي كامل الدسم تاني، خلطناهم كويس مع بعض. ودي كده زي باعتبارها شنو المرحلة بتاعت سلطة الجزر. زي ما شايفين كده زدنا مايونيز كتير كتير شديد. المايونيز ده ممكن لو عندكم توم ولا كده تومية يعني تضيفوا تومية. وتاني ضفنا توم مشحون. ضفنا معلقة واحدة من بهاراتنا. وتاني ضفنا زي ملح برضو معلقة واحدة. البهارات ما تحاولوا تكتروها، حاولوا خلوها خفيفة، يعني ما تكتروا شديد من البهارات دي. وممكن البهارات دي عادي تكون ملح وفلفل أسود بس، حاجة عادية جدا. تاني هنا نزلنا الجداد بتاعنا. الجداد نزلناه في نار عالية شديد وخليناه يقعد في حوالي حاجة بتاعت دقيقة ونص، من كل جهة دقيقة ونص، حاجة ما أكتر من كده. لكن عشان تسووا كده وما في زول يحصل له حاجة لازم تتأكدوا كويس إنه الجداد ده يكون مسخن شديد، يعني يكون الزيت يعني مسخن شديد. وتاني هنا ده العيش بتاعنا. خطينا الصوص بتاعنا الظابط. ودونا رايكم لو في زول عنده فكرة بتاعت صوص أحسن ولا بتاعت طريقة أظبط للجداد ورونا. لكن الطريقة دي مبالغة، حاجة بعيدة شيء. يلا يا شباب زي ما شايفين كده، هو البرجر كده يا شباب. البرجر بتاعنا كده درعة. شغل درعة. تفضل يا حسام. جرب. اكبر زول فينا راح بسم الله. ثبت تفضل. شغلنا. بس ماسك الصحن راح بسم خش. الله. هذا شغل ده ماكن عديد. انتهم بسم الله. شغل. إيه تعال رأيك؟ امسك لي الصحن، امسك لي الصحن يجري. خليه هدوم. ما طبيعي. شغل ها. عينه عين الشغل ده كيف. اي شوف الجداد ده نظيف كيف يقلبك يا. شفت مرة ايه؟ مش بشوي. اه طبيعي. والله يا جماعة درعة. نصيحة جرب الوصفة دي يا شباب. استمتعوا. وصفة اسطورية شباب. لحد الفيديو الجاي. انتظرونا. انتظرونا لحد الفيديو الجاي. تمام. لايك وشير وسبسكرايب للفيديو الجاي.